السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. احنا النهاردة عاملين حاجة جميلة جدا، عاملين صدقة، اطعام يا جماعة. حاجة اطعام الطعام ده حاجة عظيمة جدا، بتفرح النفوس والقلوب جدا جدا جدا. حتى اللي بيعملها نفسه بيكون فرحان، زي ما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى اطعام الطعام او الصدقة اللي هي فيها إطعام الطعام. زي ما انتم شايفين كده، احنا عاملين النهاردة وجبات من الحاجات اللي احنا بنحب ناكلها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. زي ما انتم شايفين كده، عاملين وجبات النهاردة عبارة عن نوعين من الوجبات. احنا قلنا ما تيسر يعني، على قد ما قدرنا. عملنا رز معمر مع بطاطس في الفرن، وعملنا مكرونة بشاميل، وده مع فراخ وده مع فراخ. نوعين من الإطعام. زي ما انتم شايفين كده، حاجة عظيمة وجميلة، وياريت كلنا نعمل الحاجات الحلوة ديت، حتى ولو برغيف عيش والله وفيه بيضتين، ونديهم لأي حد. أي حاجة خفيفة وبسيطة بتبقى جميلة جدا. أول حاجة جبت الفراخ قبلها بيوم، نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعت بقى البصل في الكبة كده، وطماطم وفلفل ألوان وأخضر وأحمر يعني، ممكن تحطي حامي وبارد. حطيت بقى على البصل ملح وفلفل وبهارات فراخ، وحطيت دبس الرمان وصويا صوص، وتبلنا زي ما بنحب نتبل حاجتنا بالظبط، او زي ما بنحب نعمل في عزومة نشرف نفسنا بيها ولا اي حاجة. احنا مشينا الخطوات بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الفراخ مغسولة ومنقوعة ومتصفية زي الفل. هنفتحها كده ونتبلها من قبلها بيوم. يا جماعة والله العظيم، الصدقة بتاعة إطعام الطعام ديت حاجة مبهجة جدا. بترد بلاءات كتيرة، بتهدي النفوس. بتخلي الإنسان يبقى عنده راحة نفسية غريبة كده. بعد ما كان يائس وزهقان والدنيا ضغط عليه ومريض، بتشيل كل الحاجات دي كلها سبحان الله. يعني انا كنت مريت بأزمة صحية كده، كانت عنيفة عليا شوية. قلت والله اول ما اقوم اول حاجة هعملها واول حاجة هبدأ بيها الشغل هي الوجبات بتاعة الخير ديت واطعام الطعام. وعملت ورصيت الفراخ وحطيتها في الفرن. جبت بقى لحمة مفرومة وفرمت عليها بصل برضو، على طماطم، على فلفل كده، وحطيت فلفل اسمر وبهارات اللي هي السبع بهارات. وقلبت كل المكونات دي على بعضها ورفعتها على النار. جبت بقى الاطباق او القوالب اللي انا هعمل فيها الرز المعمر على قد وجبة فرد واحد. لقيت الطبق ده بياخد حوالي كوباية الا ربع. فعديت عدد الاطباق اللي انا هعمله وحطيت بعددهم. وبتابع بقى في الفرن الحاجة اللي في الفرن، اهي الفراخ بدأت تاخد لون. بدأت اوزع الرز كده، هملحه بقى في مكانه وهحط له اللبن. اللبن انا كنت غلياه وانا بعمل البشاميل لاطباق المكرونه، وبسلق المكرونه في نفس الوقت. حطيت بقى معلقه قشطه كده في كل طبق. حاجه مبهجه وجميله جدا يا جماعه. كل الحاجه بتتعمل مع بعضها، وكان الموضوع بسيط جدا جدا جدا. حطيت بقى زيت على سمنه بلدي، وحطيت دقيق، وبدات اعمل البشاميل، وغلي اللبن زي ما انتوا شفتوه كده، والمكرونه بتتسلق. خلاص موضوع الرز خلص، وموضوع الفراخ كانت تحتيها البطاطس. لاني انا رصيتها الاول وبعدين حطيت البطاطس، فما جاتش اللقطة بتاعت البطاطس دي. خلصت بقى البشاميل والمكرونة كانت مسلوقة. بدأت احط جزء بقى من البشاميل كده، علشان المكرونية نفسها تطعم بطعم البشاميل. وحطيت بقى في الاطباق كل واحد في الارضية كده، زي ما بعمل صينية المكرونة لينا بالظبط، وزي ما بعملها في اي اوردر يعني. حطيت بقى اللحمة المفرومة كده، وشبعت الاطباق كويس جدا.
حطيت طبقة مكرونة رقيقة تحت، وبرضو طبقة رقيقة فوق، وبحط بشاميل في النص بعد ما بحط اللحمة المفرومة وبسويها كده واظبطها. الفراخ بقت تمام، حطيت المكرونة بقى وراها على طول، ما خدتش وقت. ما شاء الله كل حاجة فيها مستوية، يا دوب اتشمعت كده وشربت من الصوص بتاعها وبدأت تاخد لون جميل. طلعتها بقى، وكمان سويت الرز بعديها على طول. كل حاجة استوت وجميلة اهي في الصجان بتاعتها. نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى قد ما نقدر يا جماعة، والله الشتاء داخل والناس بتبقى في الشوارع ومحتاجة حاجة تدفيها. لو عملنا شوية عدس، لو عملنا سندوتشات كبدة، لو عملنا بيضتين وحتتين جبنة نستون وأي حاجة تتشرب، وحطيناها مع رغيفين فينو ولا رغيفين بلدي ووزعناها، كل ده حاجات جميلة جدا، وكل واحد على قد مقدرته أو مقدره مقدرته. بدأت بقى أوزع في الأطباق زي ما انتوا شايفين كده. أنا كنت بصور، يعني مثبتة الكاميرا، ورايحة جاية بقى وبعمل كده. زي ما انتوا شايفين الوجبات شكلها زي الفل، وكمان طعمها كان حلو قوي. احنا زودنا لنفسنا يومها من نفس الأكل، وكلنا من نفس الأكل اللي هم كلوا منه. والله الوجبات كانت متيسرة جدا جدا، وتوزيعها كان متيسر جدا جدا، واحنا بنعبيها. كانت سبحان الله بيجي أصحاب النصيب اللي هم يستاهلوا. وما شاء الله توزعت كلها في ساعتها. عبيت بقى كل الأطباق كده ورصيتهم فوق بعضهم زي ما انتوا شايفين. ما لحقناش نحطهم في شنط، لأن أصحاب النصيب جم وخدوا نصيبهم الحمد لله رب العالمين. يعني يا دوب رحنا كده لكذا حد في مكانه. فعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وزي ما قلنا أحب الصدقات عند الله سبحانه وتعالى هي إطعام الطعام، أو من أحب الصدقات، يعني من الحاجات الكتير اللي ربنا بيحبها للإنسان المسلم. جربوا. شكرا ليكم.